بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه رأيكم في الجمال بقى؟ صينية الكفتة الروعة دي النهاردة كده هنعملها بطريقة بسيطة وفي نفس الوقت اقتصادية. آه عملنا الجمال ده من نص كيلو بس لحمة مفرومة. أكلة للي مستعجلين، أكلة سريعة مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. أنا جبت اللحمة المفرومة وعملتها وسويتها، كل ده تقريبا في نص ساعة كنت خلصت الأكل. الريحة كانت قلبة الدنيا يا بنات، حاجة بجد عظمة. أنا قدمتها بقى يا دوبك بس مع سلطة الطحينة وكلناها بالعيش، كانت حاجة خطيرة. أنا ملحقتش أصور أصلا لأن الريحة كانت قلبة الدنيا. الولاد ما حطينا الصينية زي ما هي كده والعيش وسلطة الطحينة وقعدنا كلنا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. أول حاجة أنا عندي نص كيلو لحمة مفرومة بس فيها نسبة دهون. بجيب بقى الكبة بتاعتي بقى كده، بصلاية كبيرة. هما دول كانوا بصلتين صغيرين، لو بصلاية كبيرة يبقى هي كفاية بصلاية واحدة. حطيت معاها كمان قرنين كده من الفلفل الحار. لو مش حباها سبايسي حطي فلفل عادي بارد، بيدي طعم للحمة وما تقلقيش مش هتفك ولا اي حاجة. بنزل عليها كمان كده بطماطماية، طماطماية كبيرة وما تقلقيش مش هتفك. هقولك على المكون اللي هنحطه دلوقتي مش هيخليها تفك ولا اي حاجة. بنعم بقى الكلام ده كويس زي ما انت شايفة بقى. عندي بقى هنا ده بقى المكون اللي هيخلي لنا الكفتة ما تفكش وفي نفس الوقت هيخلي الكمية معانا تبقى كبيرة. رغيف عيش عادي خالص من بتاع الفرن، العيش العادي خالص اللي بنشتريه بالبطاقة ده بتاع التموين. هو رغيف واحد على نص كيلو. بس اهم حاجة بنعمه كويس. انا الرغيف هنا ما نقعتوش في مية لان انا كده كده حاطة طماطماية، الرغيف شرب المية بتاعة الطماطماية. انزلي بقى بمعلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر عارفين بيخلي الكفتة هشة معانا وتبقى كده طرية وجوسي كده من جوه. انزلي عليهم بقى بالتوابل، نص معلقة ملح، نص معلقة سبع بهارات، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة ناشفة، وبحط معاهم ربع معلقة قرفة. والمكون ده بقى بيخلي الكفتة بتاعتنا في حتة تانية خالص. معلقة كده صغيرة من العسل الأسمر وحطيها على ضمانتي وما تقلقيش مش هتغير الطعم، بالعكس بتدي الكفتة بقى كده. تيجي تاكلي صباع الكفتة تلاقي فيه تسكيرة كده جميلة، اللحمة نفسها تبقى مسكرة. انزلي بقى بالخليط اللي احنا عملناه في الكبة. ممكن الخطوة دي لو عايزة تقلبي اللحمة مع الخضار وكل حاجة في الكبة ممكن تعملي الخطوة دي في الكبة. لكن انا الصراحة انا بحب اعجن الكفتة على ايديا. بعجنها بقى كده كام دقيقة لغاية ما تلاقي بقى عجينة الكفتة معاكي سمغت وعملت نسيج كده. هوريهولك دلوقتي. اهم حاجة لو وصلنا لغاية هنا اتمنى تكوني عملتي اللايك والكومنت الجميل، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس للكل. كفتة يا بنات لازم تعجنيها كويس، ده من اسباب عوامل نجاح الكفتة معاكي، استحالة تفك. زي ما انت شايفة النسيج اللي اتعمل ده كده عجينة الكفتة معاكي زي الفل. لحد هنا كده الكفتة دي عايزة تسويها على الجريل، عاوزة تسويها على الفحم، شغال. انا النهاردة حبيت احط لها كده شوية خضار ان هي تبقى الكفتة تتغمس مع الخضار ومش هنعمل جنبها اي حاجة. البطاطس عندي اهم حاجة طرنشات رقيقة، يا دوبك اتخن من الشيبسي، حاجة بسيطة. لو طبعا عملتي البطاطس تخينة مش هتستوي لان احنا عارفين كفتة مش بتاخد سوا ولا اي حاجة. حطي الخضار اللي انت حباه. انا حطيت طماطم وبطاطس وفلفل بارد وفلفل حار، وحطيت معاهم بصلاية برضو قطعتها طرنشات كده وتبلتهم بنفس التوابل اللي حطيناها في الكفتة. اهم حاجة اظبطي الملح علشان ما تحدقش منك، وتعملي حساب ان الخضار هيشرب من التوابل برضو اللي في الكفتة.
لحد هنا كده احنا ماشيين تمام، مفيش اي حاجة صعبة. انا المرة اللي فاتت عملت معاكم الكفتة دي وصبعتها على السيخ. اللي ما عندوش سيخ بقى زي ما انت شايفة كده بالمعلقة، ما تعطليش على حاجة، والنتيجة برضو بتبقى حلوة، وصباع الكفتة بيبقى مفرغ من جوه. بصبع بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انت شايفة. الكفتة ما بتفكش ولا اي حاجة، وزي ما قلتلك لو مشيتي على نفس الخطوات دي وحابة تعمليها كفتة حاتي على الفحم، عمرها ما هتفك معاكي. بس لو حابة نتيجة افضل، تبلي اللحمة في الخليط ده واركنيها في التلاجة مش اقل من ساعتين. انا المرة دي الصراحة علشان كنت مستعجلة صبعت الكفتة واشتغلت على طول. بس النتيجة كانت حلوة برضو، في النهاية النتيجة كانت مرضية بالنسبة لي. انا بقى بصبع الكمية كلها. المرة دي انا هسويها على البوتاجاز، مش هسويها في الفرن. دي بقى كده النهاردة اكلة المستعجلين بجد، في نص ساعة كنت خلصت الاكل. ما كنتش عاملة حسابي وبقيت بسرعة بسرعة وعملنا الاكل وكلنا والحمد لله. زي ما انت شايفة النص كيلو عمل معانا كمية قد ايه ما شاء الله. شايفة الصباع انا عاملاها قد ايه، الصوابع مش صغيرة ولا حاجة. حابة تعمليها كور ماشي، حابة تعمليها قراص كده زي البرجر برضو هتبقى جميلة. ممكن تفردي لو مش حابة تصبعي ولا تشكلي اصلا. ممكن بعد ما تعملي فرشة الخضار دي، افردي اللحمة كلها مرة واحدة على الخضار، وبرضو تستوي نفس الحكاية. التسوية دي بقى بصي على ذوقك، اللي انت حابة تعمليه اعمليه، ما تعطليش نفسك على حاجة. اهم حاجة المقادير، امشي عليها زي ما قلتلك، وكل التوابل اظبطيها. وطبعا يا بنات الكفتة مش بتحب توابل كتير، يعني ما يعني نص معلقة نص معلقة كده من كل حاجة. انا خلصت الكمية كلها كده زي ما انت شايفة. ما شاء الله، شايفين النص كيلو عمل لي كمية قد ايه. أكلة مشبعة واقتصادية وطعم زي العسل. حطي الصينية بقى بتاعتك على النار تسخن، انزلي عليها بربع كوباية مية، ربع كوباية بس، علشان تسويلي البطاطس. ما تكتريش مية علشان الكفتة ما تطلعش معاكي طرية ومش هتفك طبعا. قعدت بالظبط 10 دقايق، كانت البطاطس زي ما انت شايفة. والصوص بقى اللي كان نازل منها ده كان في حتة تانية. وبرضو عايزة نتيجة كويسة لازم اللحمة يكون فيها نسبة دهون. لحد هنا كده ممكن تستكفي بالخطوة دي وتتاكل عادي. انا بحب بقى ادخلها كمان تحت الشواية، علشان انا بحب صباع الكفتة نفسه ياخد لون كده، بيبقى متحمر من بره وفي نفس الوقت طري من جوه وجوسي كده وجميل. بعد ما خرجناها من الفرن، زي ما انت شايفة طبعا الصباع شكله اختلف، مسك نفسه كده وخد لون جميل. انا بقى ما بستكفاش لحد كده، انا بحب اخد بقى ريحة المشاوي. فحماية بقى كده، حطي ورقة فويل الاول، وحطي الفحماية وطفيها بشوية زيت، وشمي بقى احلى ريحة كانت قلبة الدنيا. بجد يا بنات صينية الكفتة دي خطيرة، لازم تجربوها. حابة تعمليها جنبها رز برضو، ممكن تتقدم مع رز ابيض او ممكن تتقدم مع رز بشعرية. زي ما انت شايفة بقى كده بطفيها بربع معلقة زيت، واكتمي بقى استني عليها. انا للولاد ما بقوش صابرين اصلا ان انا اصور، كانوا واقفين لي في الوقت ده. سيبيها في الفحمية في الصينية كمان 5 دقايق مثلا. زي ما انت شايفة البخار بقى، الريحة يا بنات مش قادرة اوصف لكم، كان نفسي الريحة توصل في التليفون. بجد كانت وصفة روعة، أكلة سريعة ما خدتش وقت ومغذية. الولاد بالطريقة دي بياكلوا الخضار وبيعجبهم جدا. انا كده خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، اتمنى تجربوها بطريقتي. قدميها بقى زي ما تحبي لولادك. ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.